السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده معاكم غدا اقتصادي جدا. بربع كيلو كبدة فراخ، عملنا ما شاء الله أكلة جميلة جدا ان شاء الله تعجبك. طبعا زي ما حابة بقى تزودي براحتك. عملنا قبل كده برضو بكبدة الفراخ، عملنا سندوتشات جميلة جدا، نفس السندوتشات اللي بتتباع في الشارع بتاعة الكبدة. بس بكبدة الفراخ، وكان طعمها حلو قوي. والقوانص برضه ليها استخدامات كتيرة ولها أكلات كتيرة. إن شاء الله كل حاجة نجربها مع بعض. لو دخلت القناة هتلاقوا أكلات اقتصادية كتير، طبعا هتنفعنا في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. ربنا إن شاء الله يصلح حالنا وحالكم يا رب ويوسع الجميع، اللهم آمين. معايا ده ربع كيلو كبدة فراخ. ده أنا كنت حاطاه في الفريزر طبعا عشان يسهل علينا في التقطيع. أقل حاجة خالص يكون في الفريزر حوالي نص ساعة. هو كان عندي في الفريزر بقاله فترة فخرجته، بس سبته فك حاجة بسيطة كده. وقطعته تقطيعة كده صغيرة شوية. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، انا كده فضيته في الطبق. احط بقى توم دقاه كده مع شطة. لو عندك هريسة شطة ممكن تحطي بقى توم قليل شوية، حوالي يعني نص معلقة كده. هنا ده كنت حاطة معلقة توم بشطة كنت هرساهم، ومعلقة عصير ليمون، وحطيت ملح وبابريكا، وهنا توم باودر وبصل باودر، وهحط رشة قرفة ورشة زنجبيل، وبرده فلفل اسود وكمون. وهنا حطيت معلقة طحينة. الطحينة هتشيل أي زفرة فيها، والليمون طبعا كل ده هيشيل الزفرة اللي فيها. يعني الكبدة برضو بتحب الليمون، بتكون حلوة أوي فيها. قلبيها كده كويس بقى وسيبيها تتبل بقى براحتها خالص. التوم والليمون مع الشطة بصراحة بيخلي ريحتها حلوة جدا. لو عندك هريسة شطة هتحطي معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة توم. ما تكتريش برضو توم قوي عشان ما تبقى الزهر فيها، يعني ممكن معلقة صغيرة ممسوحة كده. هنا انا هعمل مكرونه بصلصه. طبعا اي حاجه بقى انت حابه تقدميها معايا، تقدميها مع رز مع مكرونه محمره زي ما بتحبي. اللي في الورق الفويل ده كنت حاطه بصله، وحوالي 5 6 فصوص توم كده كنت بشويهم. لفيتهم علشان ما يتحرقوش، لفيتهم في ورق الفويل وسبتهم بقى كده يتشووا. هنا الحله بقى حطيت الميه سبتها تغلي. حطيت شويه زيت وشويه ملح وحطيت المكرونه. مكرونه اسباجيتي. زي ما بتحبي بقى، اي مكرونه بتحبي تاكليها براحتك هتعمليها، وأي طريقة براحتك خالص. هنا بقى قطعت الطماطم. أنا كان عندي حوالي كيلو طماطم، لأن الصلصة اللي بتتبقى معايا بحطها في الفريزر. حطيت البصلة اللي أنا شويتها مع التوم، قشرتهم كده وحطيتهم. ضربتهم بقى في الخلاط وهصفيهم. أنا طبعا بحب أشوي البصل والتوم عشان ما يبقاش ريحتهم جامدة قوي كده في قلب المكرونة اللي هي بصلصة. في طبعا ممكن مكرونة بصلصة بتعمليها بالبصل، وممكن تعمليها بالثوم. ليها وصفات كتيرة وطرق كتيرة، فالطريقة اللي انتي بتحبيها وتفضليها اعمليها. بس انا بحب الطريقة دي لان البصل والثوم يعني احنا بنتعب منه في البيت، فمنحبش نكتره قوي. بس برضو ان شاء الله هعملها معاكم برضو في مرة بإذن الله. هنا بقى انا بحب اصفي اي طماطم، بحب اصفيها في المصفى دي. المصفى دي بتسهل عليا وبتشيل اي قشر او اي بذور في الطماطم، بتشيلها كلها. صفيتها بقى هي كده. يبقى هنكمل الصلصة بتاعتنا. كده بوريكم القشر اللي طلع منها. طبعا لو عندك طيور القشر ده يعني هيحبوه جدا. طبعا عشان ما عنديش بقى فبحطه في الزبالة وخلاص، يعني مش هستخدمه في حاجة. هنا بقى معايا الحلة على البوتاجاز، فيها شوية زيت. هحط بقى يعني خلي الزيت الأول يسخن، وهنزل بقى كده بالطماطم اللي أنا ضربها في الخلاط. طبعا لما تكوني مصفياها في المكرونة اللي هي بصلصة بتكون جميلة جدا. ما ينفعش المكرونة بصلصة وتعمليها كده بطماطم من غير ما تصفيها. كده خلاص حطيت الطماطم، هنحط البهارات بتاعتنا بقى. هنا معلقة صلصة، هي أصلا حمرا ولونها جميل. حطيت معلقة صلصة وحطيت ملح وشوية فلفل أسود ورشة كمون خفيفة، أنا مش هكتر كمون فيها. وطبعا سكر عشان تعادل الحموضة بتاعتي. والشطة بقى طبعا اختياري، بتحب الشطة أو لأ براحتك. أنا هنا حطيت شطة. لو انتي مش حابة الشطة خلاص ممكن تستغني عنها. هنا ده الكمون لأن ما كنتش لسه حطيته. كمون ما تكتريش، حوالي ربع معلقة صغيرة أو ربع معلقة، يعني أقل من ربع معلقة كبيرة كده. ما تكتريش علشان ما يمررش معاكي الصلصة. هنا هنعمل بقى خلطة للكبدة بتاعتنا. حطيت معلقة نشا ومعلقة دقيق. حطيت عليها بهارات فراخ وكاري، حوالي نص معلقة ونص معلقة. طبعا كان ممكن احطهم على الكبدة، بهارات الفراخ والكاري كان ممكن احطهم على الكبدة. بس هما الاتنين دول نسيتهم. طبعا ممكن بدل بهارات الفراخ يكون بهارات كبدة، ما كانش موجود عندي ساعتها بهارات كبدة، فحطيت بهارات فراخ. وهنا حطيت بيضة. البيضة عشان تخلي الكبدة كده ماسكة معايا وانا بقليها في الزيت. هقلبهم كده كويس خالص بقى كلهم مع بعض. طبعا انا كنت سبتها اتبلت بقى براحتها.
حسيت بقى إن القوام خفيف شوية، حطيت كمان دقيق مع نشا قد بعض برضه، عشان يبقى الطبقة كده الخارجية كده مقرمشة كده في قلب الكبدة تكون طعمها حلو. هنا بقى هاحمّر الكبدة بتاعتي. طبعًا هو أنتِ كل ما تغيّري في الكبدة عشان أولادِك ما يزهقوش منها، لإن كبدة الفراخ دايمًا يعني بيزهقوا منها لو مسلوقة، يعني عايزين تغيير فيها، فكل مرّة تعمليها لهم بطريقة بصراحة هتعجبهم وهتكون جميلة جدًا. هنا حطيت شوية زيت، أنا ما كتّرتش زيت عشان أنا عارفة إن الزيت اللي هيتبقى من الكبدة هيترمي، فحطيت زيت قليل، بس هو المفروض كان زيت أكتر شوية علشان أقدر أقلب الكبدة وأحرّكها. لمّا يكون الزيت كتير الكبدة هتحمَر من فوق ومن تحت بسرعة، أو هتاخد طبقة أو كده على طول وِش من فوق ومن تحت، فهتبقى سهلة إن هي تتقلب معايا. لإن طبعًا أنا حطيت الزيت قليل، فكانت صعبة شوية إن هي تتقلب، لإن هي بس يا دوبك احمرت من تحت بس، إنما من فوق كانت لسه. طبعًا النار في الأول باخلّيها عالية وبعد كده باهدّي النار عشان تستوي براحتها. أنا حاولت أمسكها بالمعلقة التانية عشان تتقلب معايا كويس، لإنها ما كانتش راضية تتقلب خالص. طبعًا أنتِ براحتك على الحاجة، خلاص بقى شوفوا لمّا مسكت نفسها بقى لمّا احمرت من فوق ومن تحت، خلاص قدرت أتحكم فيها وأخرّجها بقى كده كويس. هي ما شاء الله طعمها حلو والتتبيلة اللي فيها جميلة جدًا. خلاص بقى الصلصة معايا اتسبكت حلو خالص أهي. طبعًا إحنا ما كناش هناكل كلنا في نفس الوقت، كان في حد موجود وحد في الدرس، فما كانش كله موجود في البيت. طبعًا المكرونة دي ما ينفعش تعمليها وتسيبيها تبرد، فركنت شوية صلصة على جنب وسِبت بقى في الحلة شوية صلصة حطيت فيهم المكرونة. طبعًا المكرونة ما تكونيش سلقاها 100% علشان ما تتهريش منِّك لمّا تحطيها في الصلصة. طبعًا برضه ما قُلتلكوش إن أنا بعد ما سلقت المكرونة صفيتها وغسلتها عشان ما تمسكش كلها في بعضها. حطيت بقى كده شوية صلصة وحطيت فيهم المكرونة على قد اللي هياكل بس، والباقي ركنتهم لمّا حد تاني ييجي ياكل هاسخّن الصلصة وأحط عليها شوية مكرونة زي ما أنا ما عايزة. كده المكرونة بتاعتي جهزت ودي الكبدة بتاعتي، يا رب إن شاء الله تعجبكم. وزي ما قُلت لكم أي طريقة مكرونة بتحبي تاكليها اعمليها، أو حابة تقدّميها مع رز براحتك خالص. يا رب إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، ويا رب إن شاء الله طريقة الكبدة دي تكون عجبتكم. ألف هنا وشفا لكل اللي يدوق وكل اللي يجرب. مع ألف سلامة والسلام عليكم.